تسمع. الموسيقى القبطية تطور من الموسيقى الفرعونية. هنسمع دلوقتي بعض الترانيم، وهيكون في فقرة ثانية مخصوصة للألحان القبطية، وهنتكلم عن صورة التطور الفرعوني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. في هذا اليوم الذي ننتظره من السنه الى السنه، يوم الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر. هذا اليوم يوافق دائما في الشهر القبطي شهر بشمس اليوم 24، ويوافق أيضا في الشهر الميلادي يونيو الأول من يونيو، باسم قداسة سيدي البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي كان يود بنفسه أن يكون موجودا في وسطنا في هذا الاحتفال، لولا تواجده مع أبنائه بالنمسا وأوروبا ليفتقد المنطقة بالكامل هناك. وهو في النمسا قال لي أنه سيحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وسط كل الأخبار وكل الموجودين بالخارج، وسيقوم بهذه المناسبة بصيانة كاهن جديد اليوم في هذا اليوم بالنمسا. القاهرة هيشرفنا بكده. احنا يمكن يافت الأب قال في المقدمة إن العائلة المقدسة كانت تذهب إلى الأردن وتذهب إلى المكان الأساسي كان أقرب، ولكنها تخلص. بس الحقيقة بالنسبة لنا جميعا أهل وأتباع الديانات السماوية الثلاثة لها قيمة لا تقدر. يمكن كلنا نعلم قصة سيدنا موسى، وسيدنا موسى رؤيا من مصر وبعث هو وسيدنا هارون إلى فرعون مصر، وإن
هو دعوته الاساسيه كانت موجوده، ويمكن بيحضرنا في هذا المكان الجغرافي احد افضل لم تكن افضل المعابد بالنسبه للديانه المسيحيه، اللي هي البلد التي اختيرت ان يهاجر اليها الاسره المقدسه سيدنا عيسى والسيده مريم والصحبه التي كانت معه. بالنسبه لنا كمسلمين مصر هي ذكرت في القرآن، ونحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبذكر اسم مصر. جزء من عبادتنا إن احنا نذكر اسم مصر في القرآن الكريم. هذه اللحظة الحقيقة وهذا المكان الذي يعني يغض ومملوء بالكنائس، أنا عارف هنا في حوالي 10 كنائس أو قرابة هذا الرقم، وفي كنيسة يهودي وفي مسجد عمرو بن العاص. الحقيقة هي ثروة قومية لبلدنا، ولابد ان تستثمر الاستثمار الجيد. مجرد وجودنا هنا النهارده في هذا الاحتفال بالعائله المقدسه الحقيقه رساله طيبه لينا جميعا بتتاخد والتفاعل. الحقيقه محتاج اقول رسالتين. الرساله الاولى لينا احنا اللي عايشين في الداخل، ان احنا في الفتره اللي احنا بنعيشها عندنا مشكلة في السلوكيات، ولا يمكن أن نغير هذه السلوكيات إلا إذا عدنا إلى جذورنا ورجعنا للدين. والديانة المسيحية هي كانت محبة وسلام وتعاون، ده موجود في الديانة المسيحية. أشكر قيادة الأب يوليوس من أجل إحياء هذه الذكرى العطرة في تاريخ مصر كلها، وليس في تاريخ الكنيسة القبطية فقط. وهي ذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر. لم تزل العائلة المقدسة إلا مصر العالم. يعني هي ابتدت في فلسطين وجت زارت مصر وما زارتش أي مكان تاني في العالم غير مصر. وده طبعا كان تكميم لنبوات وردت في العهد القديم في سفر أشعياء النبي، وده كان قرن 8 قبل الميلاد. قال في إصحاح 19 قال اسم مصر 3 مرات. أنا بسمي الإصحاح ده الإصحاح المصري، لأن أشعياء النبي 800 سنة قبل الميلاد قال 3 حاجات في الإصحاح. 1 قال هو الرب قادم على سحابة إلى أرض مصر، وبيقول على السحابة دي اللي هي العذراء مريم والسيد المسيح في أحشائها، وبعد كده ولد منها، بعد كده عاش هنا في مصر هو والعائلة المقدسة 4 سنين إلا شهرين بيشرب من مية النيل. وعشان كده بيقولوا يشرب من مية النيل لازم إيه؟ يرجع يشرب. فعلا شفنا بعد كده في ظهور السيدة العذراء على كنيسة الزيتون وهي تحمل الطفل يسوع، عايزة تقول لنا أنا معاكم وربنا معاكم والسماء كلها معاكم. مبارك شعبي، الشعب لا شعبي. ده كانت الآية الأخيرة من الإصحاح 19. هو في الأول قال سحابة جاية، الرب راكب على سحابة وجاية العائلة المقدسة جاية. وفي الوسط قال يكون مذبح للرب في وسط أرض المشروع ده اللي انتوا فيه دلوقتي. لأن احنا هنا بنعتبر كنيسة أبو سرجة الكنيسة الوسطى في كل جمهورية مصر. بعد كده في الآخر الأصحاح قال مبارك شعبي. هو ما كانش له غير شعب واحد هو بني إسرائيل، بس كان عارف إن هو هيرفضوهم لأن هم هيرفضوه. وزي ما قال الكتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لكن مصر قبلت العائلة المقدسة ورعتها أحسن رعاية. 4 سنين إلا شهرين بتشرب من مية النيل، بتعيش معانا في هذه البلاد الأصيلة العريقة ذات الحضارة المتأصلة حضارة 7000 سنة. أكثر واحد يكلمنا عن الثقافة والفكر الأستاذ جابر عصفور، هيكلمنا
واحد الذي يجمعنا جميعا، اليهود والمسيحيين والمسلمين، الذي شاء أن يخلقنا لكي نكون شعوبا وقبائل لتتعارف وتتحاب وتتصالح وتتعاون، لا لكي تتحارب أو تتنافس. وباسم مصر التي ربطت ما بيننا منذ أقدم العصور، مصر التي خلقت ديانة التوحيد من قبل أن تعرفها الأديان السماوية، مصر هذه هي التي جمعت ما بيننا، وهي التي تربيت على ميراثها وميراث ثورة 1919 الذي علمنا أن الدين لله والوطن للجميع. مصر التي جعلت القس سيريوس يقف فوق أحد منابر الأزهر ليحفز المسلمين قبل الأقباط مع الأقباط لكي يواجهوا الاحتلال البريطاني، وكان يتحدث ساخرا عن رغبة الإنجليز في البقاء في مصر لحماية الأقباط، فكان يقول إنه أحب الاستعمار الإسلامي لو صح على أن يحميني رجل إنجليزي واحد. مصر هذه هي التي جعلت من أبي الأمي تدخلني مدرسة الأقباط في مدينة المحلة الكبرى لكي أتعلم التسامح، ولكي أذهب مع زملائي إلى أحد المساجد القريبة من المدرسة وأحد الكنائس القريبة أيضا من المدرسة. هي دي مصر الواحد يعني رفع علينا، مش هتختلف أبدا مهما حاول أعداء الحياة أن يغيروا في مسيحها المعطلي ومسيحها الطبيعي والجغرافي كمان، زي ما قال الأستاذ الدكتور جابر عصفور أن ثمة سلاما جغرافيا وأيضا هناك سلام بشري لن يتغير أبدا. نقف على أرض شديدة الاستثنائية وفي لحظة زمنية شديدة الاستثنائية أيضا، هذه الأرض التي اختارها السيد المسيح عليه السلام، والسيدة العذراء أرقى وأشرف نساء الأرض، السيد المسيح الذي لم ينخسه الشيطان. هذه شهادة إسلامية وليست شهادة مسيحية كما يقول الإسلام، البشري الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان. كل الأنبياء حتى أخطاء معروفة ومشهودة في التاريخ، إلا السيد المسيح الذي كان يقول يصنع خيرا بهذا يتمثله شرفاء الأرض من غير المسلمين حتى يصنعون كما كان يصنع ويضعون تعاليمه كنبراس له. نذكر منهم غاندي مثلا، غاندي كان يفعل كما يفعل السيد المسيحي ويتمثله في كل أوقات حياته سياسيا واجتماعيا وكذا وكذا. لهذا هو غاندي من أعظم البشر الذين وضعوا هذه الأرض، ولم يكن مسيحيا ولكنه اتبع تعليم السيد المسيح. وهذه الأمور يصنعها كل شرفائه، لأن تعليمه هي التعليم. يعني حينما نتأمل عظة الجبل وحينما نتأمل تعليم السيد المسيح هي فقط حاول أن تمثلها لتكون إنسانا شريفا وإنسانا صالحا وإنسانا خيرا يفهم فكرة خلق الله للإنسان. أشعر بالفخر الشديد لأنني ابنة مدرسة قبطية تعلمت فيها قيم المحبة والسلام والتحضر، تعلمت فيها الوطنية، تعلمت فيها كما قال الدكتور جابر عصفور وكل من سبقوني في الكلام أننا مصريون قبل أن نكون مسلمين أو مسيحيين. نحن نولد على هذه الأرض بهويتنا ثم نرث العقيدة أو نختارها إذا اختار أحد عقيدة مخالفة لعقيدة أبويه، وهذه من الأمور النادرة الاستثنائية. فإذا نحن مصريون بالفطرة وبالميلاد وبالهوى قبل أن تفرقنا العقائد، ولا ينبغي لها أن تفرقنا، لأن كلنا
لأن كل البشرية شاءت أم أبت يعبدون إلها واحدا، لأن للكون إله واحد. يعني ببساطة يعني كل يراه عبر منظوره وكل يراه عبر زاويته، ولكنه في النهاية إله واحد شاء من شاء وأبى من أبى. ما تمر به مصر الآن صعب، ولكنني أعرف أن مصر التي اختارها السيد المسيح واختارها معظم الأنبياء ليطهروا أرضها، كانت السيدة العذراء لما مرت منذ الرحلة المقدسة كما نعرفها من سيناء يعني يتحول العشب تحت يديها إلى زهور وإلى خصب هذه الأرض، ومباركة بأمر إلهي. ذكر في الإنجيل 3 مرات، والقرآن ذكر أيضا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلهذا ستظل مصر رغما عن أنف الجميع هذه البلد الجميلة التي لن يفرقها أحد ولن يمزق هذا النسيج المتين أحد مهما على صوته. وأعرف ويعرف الجميع أن أولئك يعني أعداء الحياة هم يعني الذين ربما لم يرتووا بما يكفي من هذا الهلال العظيم، هم قلة وإن على صوتهم. ولكن الأوعية يعني هناك مثل إنجليزي يقول لك الأوعية الفارغة تصدر الصوت الأعلى، أنت بقى تسميك ذا موست اوف نويز، لكن هم قلة فعلا يصدرون فقط لأجل خوائم الأصوات العالية، ولكن نحن الأكثرية، نحن نحب هذا البلد العظيم الذين يجمعنا وطنيتنا ومصر ولا يفرقنا شيء. نحن الأغلبية وسوف ننجح في أن نعيد مصر لبريقها القديم إن شاء الله. شكرا لكم، سلام عليكم. نفسي أغني معاكم بارك بلادي. نفسي أقول ارفع راسك فوق انت قبطي، ارفع راسك فوق انت مصري. نفسي اقول على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملكة الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب. واهرب عشان اختصر في الفاظ كده هو يعني مش عايزه اقولها جوه الكنيسه، وتلتفت تلتقيني جنبها في الكرب.